لو بتكلم اليوم عن موضوع صلاح مع كاراجر، محمد وجيمي بنقول إن في يعني حرب باردة بينهم مؤخرا، يعني يقول currently، بس يعني مؤخرا حاليا نشوف إن كاراجر انتقد البوست مع صلاح، وصلاح رد عليه أنت موس فيني. فأنا أشوف إنه مو وقت الكلام هذا، حيل مو وقت. الحين النادي لازم يفكر شلون يفوز باللقب 20، مو وقت أنت تتكلم عن عقد وينشغل بال الفريق مع شيء ثاني. محمد صلاح يفكر ان انت صدق تفكر فيني حيل، ولا كارجر شلون يرد عليه. واخر شيء ممكن يستفيد ارسنال اللي ما عنده هالمناوشات حاليا، مع انه يعني نقول ان صلاح مع رقم هنري وراح، بس ما صار فيه هالمناوشات، ما تحرش فيه. اللي معاه بالنادي الاسطوره جيمي كارجر كلش مو وقته، وصلاح الرد عليه ايضا مو وقته. يعني واحد مرات نعمة تغافل حيل حلوة انك ما ترد عليه، اوكي رد عليه بينك وبينه، مو بالسوشيال ميديا، يعني انك تثير الموضوع ولا يكون في اثارة جدل. صراحة الموضوع كلش مو محتمل. انا يعني كأي مشجع ودنا ان ليفربول يفوز بالدوري، انا كمشجع بورسموثي ودي ليفربول يفوز بالدوري 20 عشان يتعادل مع اليونايتد اللي ما احبه. اتمنى ان تمر الامور بسلام، يعني خلاص لمتى والله رد عليه خلاص. الموضوع الحين المفروض ينحل وديا وبشكل يضحك. صلاح رده كان مضحك، يعني ما كان انه ماخذه جد، بس نبي كارجر ما يطولها وما يصعد الموضوع. يعني يقول انه اسكاليتد حيل، تصعد الموضوع حيل، وانه يكون كونتروفيرشل مثير للجدل. ما نبي يكون شيء الموضوع، نبي يكون هادي ويكون في ضحك وينتهي خلاص. خلوا صلاح مخه الحين يفوز بالدوري، بعدين نتكلم عن العقد ونتكلم عن فان دايك وترينت مع صلاح تجديد عقدهم. لكن حاليا لازم نركز على المهمة الأصعب، وهي الفوز بالدوري. 6 نقاط مع مباراة مؤجلة، يعني نقول أنا أتوقع يفوز على إيفرتون، فنقول 9 نقاط و20 مباراة، باقي له 18 مباراة. ممكن سهلة نقول إن لو ركز الفريق وما كان فيها الأشياء الجانبية السخيفة، إن تصريح من هني وقطة من هناك. النادي لازم يركز على الدوري وعلى الشامبيونز ليج، يعني بشكل عام المباريات. يعني قصدي الميشن حاليا، وخاصة الدوري 20 مو سهل. الدوري 20 مثل ما قال فيرجن، حطم ليفربول وصعد 20 وخلاه، يعني الحين 20 كاهي بتقرب، وفرقي حي يعني عايش بيشوف بعينه بعد ما ستريبد، يعني شالوا من لقب السفير، كان امباسدور مال النادي. لكن حاليا دوره عادي مهمش. يعني فريق اللي كان اسطورتهم اللي الايام بعد سنوات ان النادي اسمه فيرجسون يونايتد مو مانشستر يونايتد. لكن ليفربول لازم يركز بالدوري، لازم يركز على المباريات. كارجر اسكت مو وقتك. صلاح لا ترد عليه، خلاص خل الموضوع الحين. مع ان الحين ضحك، يعني ضحك صار الموضوع ضحك، بس انه ممكن يكبر، ممكن يتشعب، ممكن يلهينا، او يكون في يعني يلهي يعني يشتت المخ، ان تحس انك انت مو مركز بالمباراة، مركز بشيء برا الملعب. مو حلو شيء هذا. صلاح لازم يركز بالملعب. صلاح هو في صلابة ذهنية، ذكي. حتى لما كل سنة يدز رسالة كريسماس ما له شغل بالكارهين والحاقدين واللي يقولون الكلام هذا انه ما يصير وليش وكسرة الجدل وكذي. صلاح مو محتاج فولورز ولا إثارة جدل. لذلك حاليا اتمنى من صلاح انه يكون عنده صلابة ذهنية من كارجر ومن اي واحد قال، حتى تو قبل الكريسماس. بعدين الحين كارجر ممكن بعد شيء راح يكون في بعده. فاتمنى من صلاح انه يكون مركز بالمباريات اكثر. هداف الدوري وهداف حتى الاسيست، يعني 13 هدف صانع و18 جول مسجل، يعني مو شيء سهل. ويعني هالاند جولين باجي له معاه، ممكن هالاند اتوقع راح يرد، يعني ممكن يصير هداف الدوري. بس الحين الموضوع ان الدوري من ياخذ اللقب ليفربول، حتى لو مو صلاح هداف، شيء جماعي. يعني تفكر انت كولكتيفلي نوت انديفيدوالي، كولكتيفلي جماعي، انك لازم تكون ما تكون ديستراكتد، يعني شيء يلهيك برا ولا شيء يشغل مخك. ركز بالملعب. صلاح وكارجر شد ذا هيل اب.